والله الشباب اليوم ناقص مهاجم يكون قناص، يكون مهاجم نفس قميص قدام الجول ما يرحم، هذا نقص الشباب. يكون مهاجم وحش، هذا اللي نقص الشباب، هذا اللي نبيه احنا. طلب ان نجيب له واحد زي قميص، هذا اللي نبغاه احنا. نطالب بالفار حقنا، الفار مو لحق فريق واحد، المفروض للدوري كله، مو بس الفار بس ما يروح لمباراة الهلال بس، بقايا الافرقه كلها ولا الفار يجي لهم ولا مره. ليش؟ احنا نتعب ونصرف ونجي، انا جاي من الشرقيه لهنا عشان حتى الفار ما يروح له، على الاقل روح شوفه يعني وش فيه وش المشكله. والله مستواه يعني مو بمره، لكن الحكم هو اللي قتل المباراه من الشوط الاول. كروت توزع بالمجان وما ادري شو الوضع. سيء جدا. حرام اخسر ضد فريق زي كذا، فعوافي. وحسن معاذ خلاص مو بمستوى الشباب خلاص. التحكيم السيء والله، الأمانة تحكيم أجنبي بس سيء. والله يقدم مستوى طيب، بس الحكم للأمانة ما كان قد المباراة للأمانة. ترى في كرت أحمر لمرابط ما حسبه للأمانة يعني. والله صراحة الشباب اليوم للأسف يعني ما قصر المدرب صراحة، لكن ما في الهجوم الكويس للأسف. يعني الوسط والدفاع مرة الحمد لله ممتازين، لكن اللي كان ناقص اليوم صراحة الهجوم للأسف. والله أدى، بس التحكيم ما وفقنا فيها أخطاء تحكيمية اليوم. حرام الشيء اللي قاعد يصير. الشباب أدى اليوم كورة صراحة ممتعة، بس انظلم بسبة التحكيم. أتمنى ينصف الشباب ولا لعبوا. والله العظيم أنا طالع من المباراة الحين والله راضي على مستوى الشباب. والله الشباب سيء بالمرة، أسباب سماديكا تبديلاته سيئة، يعني مدرب فاشل ومدرب جبان. سماديكا يطرم من طول المباراة وهو مدافع، والحكم اليوم يطرم يا ولد ما حسبنا مرتين ضربة جزاء ما حسبها لنا. يعني بيني وبينك مدرب ودنا يروح صراحة، تكتيك دفاعي من طول المباراة. من بداية الموسم صراحة أنا أشوف المدرب مو مستوى الشباب صراحة، مدرب دفاعي.